بص يا صاحبي، احنا مش هينفع نقابل ربنا واحنا عايشين كده وخلاص. لازم نكون مستعدين ولازم نكون عاملين حساب اليوم ده. ايوه، انا وانت لازم نكون عاملين حساب اليوم ده. يا رب تدخل الجنه اللي تدوس لايك وتصلي على النبي عليه الصلاه والسلام في الكومنتات. ركز معايا كده في اللي جاي يا صاحبي. عارف سيدنا علي ابن ابي طالب قال جمله تقيله قوي، قال اصعب واقوى جهاد هو جهاد النفس. يعني مش الجهاد اللي في الحرب، لا، الجهاد الحقيقي هو انك تنتصر على نفسك. مثلا تبقى عايز تعمل حاجه غلط، تتفرج على حاجه مش كويسه، تكلم حد مش صح، تروح مكان المفروض اصلا ما تروحوش. ايوه، احنا ساعات بنقع في المشاكل دي كتير، ولازم على فكرة كلنا نقف كده ونقول للنفس لا، مش هنعمل كده. سواء كنت شاب او بنت، الرسالة واحدة، كلنا في نفس الخط، لازم كلنا نفوق. يعني مثلا النفس دايما بتحاول تجرك، تقولك يلا كل الناس بتعمل كده، يلا هنعملها. بس الجدع والقوي هو اللي يقول لا، انا مش اي حد، انا مختلف تماما عن اي حد بيعمل حاجة غلط، انا لازم افوق بجد. ولو انت بنت الكلام ده ليكي، لو جه حد قال لك كلمي فلان اعملي كذا، قولي له لا، انا عايزه ربنا يرضى عني مش رضا الناس. انا بصراحه عايزه الجنه وعايزه اعيش حياه كويسه، مش الكلام الحلو اللي بيروح وبيجي. على فكره جهاد النفس مش سهل، لان النفس بتحب الراحه، بتحب كل حاجه سهله حتى لو غلط. ربنا قال في القران: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. يعني كل خطوة بتقاوم فيها نفسك ربنا يهديك ويكون معاك. فاسأل نفسك كده يا صاحبي، انت بتجاهد نفسك ولا سايبها تمشيك زي ما هي ماشية؟ ولو شايف الكلام ده مهم، شاركه مع حد بتحبه، يمكن الجملة اللي هتوصل له هتغير له حياته. ما تنساش تعمل لايك واشتراك، ولو عجبك الفيديو مش علشان الارقام بس، علشان نكمل مع بعض. واهم من المونتاج هي المعلومة اللي ممكن تغير حياتك للأفضل.